الاستوديو على الهواء مباشرة الناقد والمحلل الرياضي الكبير الكابتن أحمد أبو العنين. أهلا بيك معنا كابتن. أهلا بيك يا دكتور عمرو. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب والسادة المشاهدين بكل خير وسعادة. كابتن أحمد، يمكن النتائج للأسابيع الماضية لنادي منتخب السويس بتفرض وجودها على الساحة والتعليق عليها طبعا بعد كام مباراة كده. رأيك إيه في نادي منتخب السويس حتى الآن؟ والله هو من حظ نادي منتخب السويس حتى الجولة الرابعة. هو فاز في المباراة الأولى على الشرقية الدخان أو إيسترن كامباني بنتيجة جيدة وهي نتيجة 2-1، ثم بعد ذلك تعادل في الثلاث لقاءات على التوالي مع كهرباء الإسماعيلية هنا في الإسماعيلية بدون أهداف، ثم تعادل مع الاتصالات على أرضه أيضا بدون أهداف، وأخيرا في الأسبوع الرابع والأخير قبل التوقف تعادل مع نادي بتروجيت بدون أهداف أيضا. نادي منتخب السويس يمكن القرعة حطته في المباريات الأولى وهي مباريات صعبة نسبيا باستثناء مباراة كهرباء الإسماعيلية في الإسماعيلية، ولكن في المباراة الأولى هو بيلاعب فريق هابط من الدوري الممتاز إلى الدوري الممتاز به، أحد الأندية الكبيرة، معها جهاز فني الكابتن هشام زكريا والكابتن حسام عبد الجواد على مستوى عالي من الكفاءة التدريبية، مع مجموعة لعيبة انتقاهم إدارة شرقية للدخان، انتقوهم بعناية فائقة مع المدير الفني الكفء الكابتن هشام زكريا. لما يفوز على الشرقية الدخان في أولى مبارياته فإذا هو فريق جيد يمتلك من اللاعبين أو العناصر الشابة الموجودة في الفريق مجموعة لاعبين على مستوى عالي جدا، وعلى رأسهم حارس المرمى محمود كوكو اللي هو بيعتبر مع نهايات الموسم الماضي وبدايات هذا الموسم من الأسبوع الأول حتى الأسبوع الرابع هو أفضل حارس مرمى على مستوى المجموعة. طبعا في كتير حراس مرمى كمان متواجدة معاه كويسين جدا، ولكن هو واحدا من ضمن أفضل الحراس المرمى، رغم ان كلمة أفضل هذا الموسم يا دكتور ما عادش لها مكان، وخاصة في مجموعة القاهرة، لأن الأفضل تطلق على لاعب أو 2 أو حتى 10، ولكن مجموعة القاهرة في هذا الموسم الاستثنائي والموسم الصعب جدا هناك أكثر من 90 لاعب في 16 فريق هم أفضل. حتى مجموعة المدربين لو احنا بنتكلم في 16 فريق فتجد على الأقل أو ما لا يقل عن 12-13 مدير فني هم الأفضل. مجموعة صعبة وازدادت قوتها وصعوبتها بحضور مدربين على مستوى عالي، وأيضا حضور لاعبين هذا الموسم على مستوى عالي جدا. كانت الموسم الماضي بتلعب في أندية دوري ممتاز زي محمد سمير من نادي المقاولين العرب، زي إبراهيم يحيى من نادي إنبي اللي انتقلوا إلى نادي زد، ومعهم كمان النجم المتألق جدا مصطفى سلطان وهو أحد هداف الدوري برصيد 4 أهداف حتى الآن، يعني حتى الأسبوع الرابع. فمصطفى سلطان بمعدل في كل مباراة هدف. جميل. فنادي منتخب السويس هو يعني القرعة ظلمته شوية انه يقابل 3 فرق كبار جدا كإسترن كومباني في البداية ويقدر يفوز عليه، ثم الاتصالات احد الفرق المرشحة عمليا وعلميا للصعود الى الدوري الممتاز لانها تمتلك افضل فريق جماعي في هذا الدوري وافضل افراد، يعني معاهم مدير فني على مستوى عالي الكابتن جمعة مشهور ويعاونه الكابتن اسلام طاهر احد ابناء الاسماعيلية، وبعدين يلاعب بتروجيت اللي هي من فرق القوية جدا رغم ان ترتيبها في الجدول لا يليق ابدا بمجموعة اللعيبة اللي موجودة بتروجيت ولا بوجود الكابتن هيثم شعبان احد المدربين في الدوري الممتاز الموسم الماضي اللي كان بيمرن او بيتولى تدريب سيراميكا كليوباترا،
وأيضا معاه مستر معتز البطاوي مدير رياضي للفريق. لكن خليني أقول لك يا دكتور، احنا في البدايات وفي الأسبوع الرابع، فما زال الوقت طويل وما زال الدوري طويل جدا يعني. ففي الأسبوع الرابع بنجد ان القنال في المركز الاول وليس من فراغ، ثم الاتصالات في المركز الثاني، والترسانة وزد والعبور ومنتخب السويس حتى المركز السادس. ولكن على ما اعتقد والتحليل الطبيعي لكرة القدم ان بتنقلب الاحوال دائما من الفرق في ترتيب الجدول من الوسط الى الاعلى ومن الاعلى الى الاسفل وهكذا. وهي ده لعبة كراسي موسيقية. ولكن مازال الوقت مبكرا على الحكم من يصعد ومن يبقى في هذا الدوري الممتاز به، الدوري الغريب القوي جدا. مازال الوقت مبكرا حتى نتوقع أو نتمكن من يصعد إلى الدوري الممتاز أو من يستمر. لأن لو قسمناها الدوري 30 مباراة يا دكتور، فال30 مباراة لو قسمناها أتلات 10 في 10 في 10، نجد إن بعد الأسبوع العاشر فريق زي بتروجيت وترتيبه في المركز ال12 لا يمكن أبدا إن بعد الأسبوع العاشر أن نجد فريق بتروجيت في هذا المكان. لكن كابتن أحمد طبعا الفرق اللي استعدت كويس واللي عملت شغل كويس هي اللي بتلم نقاط في البداية طبعا، بحيث ان هي تعفي نفسها من الاحراج في الدور الثاني، وتبقى مجمعة بناط وواقفة على ارض ثابتة، وتقدر تلعب بأريحية باقي المباريات اللي موجودة. يعني استعداد جامد طبعا لنادي القنال برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عفيفي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وعاملين شغل حلو قوي ونتائج متميزة. لعبوا 4 مباريات، فازوا في ال4 وليه 7 وعليه 3 وعنده 12 بونت، يعني برضو حاجة تعتبر حلوة يعني. ده كلام مظبوط يا دكتور. شوف، هي زي ما قلت لحضرتك، خلينا نبدأ من حيث انتهت ترتيب الجدول ومن حيث انتهى الأسبوع الرابع أو الجولة الرابعة في الدوري الممتاز به لمجموعة القاهرة والقنال. هنجد أن القنال حقق العلامة الكاملة من 4 مباريات، قدر يحقق 12 نقطة، ودي العلامة الكاملة. وزي ما قلت لحضرتك ان الترتيب الاول خلال 4 أسابيع اكيد ما جاش من فراغ يا دكتور، جه بتنظيم، لان مجلس ادارة نادي القنال يؤمن ويحترم التخصص. جميل. عندما جاء مجلس ادارة نادي القنال بقيادة الدكتور خالد عبد الرازق، جم وكان متواجد الكابتن محمد صلاح، ولكن انهوا التعاقد مع الكابتن محمد صلاح ثم اتوا بالكابتن علاء عبد العال. وكان في هذا التوقيت ان الكابتن علاء عبد العال هو احد المدربين المميزين في المجموعه يعني. ولكن عندما اتى الكابتن علاء وفي خلال الاسابيع الاولى من عمر الدوري جاله نادي استرن كمباني في الدوري الممتاز، فكان اغراء للمدير الفني الكابتن علاء عبد العال المدير الفني لنادي القنال في هذا التوقيت انه اغراء انه يروح يمسك ويتولى تدريب احد انديه الدوري الممتاز. فعلى الفور وافق مجلس اداره نادي القنال وبدا يشكل لجان يا دكتور، ويستعين بالكابتن محمد حليم وهو من احد المدربين المميزين. ولكن مجلس اداره نادي القنال عمل حاجه كويسه جدا لنادي القنال، انه عمل لجان فنيه كان رئاستها في اللجنه الفنيه في بدايتها الكابتن محمد وهبه والكابتن طارق فهيم والحكم الدولي المحترم الكابتن وليد عبد الرازق. تمام. فقدروا اللجنه الفنيه مع مجلس اداره نادي القنال انهم يستمروا ويبقوا الموسم المنتهي مع الكابتن محمد حليم، وانتهى الموسم بتحسين النتائج من المراكز المتأخرة في ترتيب الجدول إلى منتصف الجدول، ونهى في المركز السادس أو المركز الخامس مقرر يعني. مع بداية الموسم تفرغت اللجنة الفنية
لانتقاء بعض اللاعبين. فوجود لجنة فنية من خارج النادي، يعني هم مش من أعضاء مجلس الإدارة، إن كان لما مشي الكابتن محمد وهبة لأنه متواجد في منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، فتولى اللجنة الفنية رئاستها الكابتن أحمد سعيد، وهو أحد المدربين القدامى وأحد لاعبي نادي القناة القدامى، ومعه الكابتن طارق فهيم، ومعه الكابتن وليد عبد الرازق الحكم الدولي المميز. فبدأوا ينتقوا لاعبين على مستوى جيد مع الإبقاء على المدير الفني اللي عمل موسم مميز الموسم المنتهي، وبدأوا الموسم. فكل ده حاجات تؤدي إلى الشكل أو الوصول إلى المركز اللي احنا شايفينه على الشاشة، نادي القناة في الترتيب الأول. بعض اللاعبين المميزين، نادي مستقر ماديا وفنيا وإداريا، مجلس إدارة لن يتدخل في شغل المدير الفني، اهم حاجه طبعا اعطى مهمه وهي مهمه، النتيجه اللي احنا شايفينها طبعا اعطى مهمه وهي مهمه صعبه جدا، وخصص لها لجنه لاختيار بعض اللاعبين، وبيساعدوا في كده 3 كبار، ان كان الكابتن طارق فهيم وهو لاعب منتخب مصر ولاعب نادي القناه ولاعب نادي الاسماعيلي واسم كبير ومدرب من المدربين المساعدين في نادي القناه من قبل، الكابتن احمد سعيد وهو احد المديرين الفنيين لنادي القناة من قبل، ومعه الحكم الكابتن وليد عبد الرازق. فكل دي عوامل أدت مع المدرب الكفء محمد حليم أدت إلى نجاح نادي القناة حتى الآن. يعني الاستقرار مع طبعا حسن النوايا، تمام، مع الجدية في العمل، عناصر توفر لهذا النجاح اللي احنا شايفينه طبعا. تمام. طب نصايحك ايه بقى كابتن احمد لفريق من منطقتنا، فريق متميز كده بهذا الاسلوب، عشان نقدر نحافظ على نفسنا ونحافظ على هذا المركز، ما نجيش يحصل لنا عثرات في النص او لا قدر الله صعوبات في المنتصف؟ شوف يا دكتور، هو نادي القناة من الأندية الكبيرة في مصر، وخاصة في الممتاز به مجموعة القاهرة والقناة، نادي عنده ما يكفيه من الخبرات السابقة للصعود أو للمنافسة أو استمرار المحافظة على المركز الأول. يمتلك لاعبين جيدين، يمتلك مدير فني كفء، يمتلك جهاز إداري على مستوى عالي، مع لجنة فنية هيبدأوا يشوفوا إيه اللي عنده نقص أو مشاكل في مراكز الفريق فيقدر يضمها في يناير فترة الانتقالات الشتوية. تمام. إذا حافظ على مجموعة اللعيبة اللي عنده المتميزة وقدر يدعمهم في يناير بالمراكز اللي هي شاغرة عنده أو المراكز اللي هو شايف إنها فيها عجز، فعلى ما أعتقد هيقدر إنه يستمر في المنافسة لوقت طويل جدا من المسابقة، وخاصة إن احنا شايفين إن الفرق كده فيه 4 بونت يعني. دكتور يمتلك خط هجوم من أفضل صناعة الفارق في هذا الموضوع. يمتلك أفضل خط هجوم في المجموعة ب7 أهداف، يمتلك مهاجم أكرم عبد ربه وهو واحدا من أفضل اللاعبين المهاجمين في المجموعة كلها. فدفاع طبعا يمتلك دفاع جيد جدا، يعني يمتلك دفاع إن يخش فيه 3 أهداف فقط من 4 مباريات، لأنه يمتلك حارس مرمى على مستوى عالي جدا، هنيجي نتكلم عليه ونتكلم على المساكين اللي قدامه في توقيت آخر من الحلقة. لكن استمرارية نادي القناة هي حفاظ على اللاعبين المميزين عنده، واستكمال بعض اللاعبين إذا كان عنده مراكز شايفها شاغرة أو مراكز محتاجها، فيبدأ من الوقت يفكر فيها للانتقالات الشتوية، وتكون داعم وإضافة قوية للفريق اللي هو مش محتاج حاجة للصعود أو المنافسة غير الروح والعزيمة من اللاعبين، لأن كل شيء متوفر في نادي القناة من التعاقد المادي ومن الناحية المعنوية ومن الناحية المادية ومن حتى من الناحية النفسية يعني. ويمتلك جهاز فني على مستوى كامل من المدير الفني محمد حليم، ثم أحمد السيد وسعيد صقر، ثم الدكتور أحمد عبد اللطيف وهو أحد مخططي الأحمال أو مدربي اللياقة البدنية في مصر، اللي عنده خبرات تخلي إن فريق القناة في أعلى مستوياته في اللياقة البدنية، لأنه اشتغل مع الكابتن طلعت يوسف في الشرطة، اشتغل مع نادي طلائع الجيش، فاشتغل مع عديد من الأندية، اشتغل مع حرس الحدود، فهو مدرب أحمال أو مخطط
احمال جيد. فعلى ما اعتقد جهاز كامل متكامل مع مجلس اداره محترم موفر كل شيء للفريق، فعلى ما اعتقد يقدر ينافس بشكل كويس، الا اذا كان عنده بعض المراكز الشاغره او الخطوط اللي هي مش متكامله وما كملش او ما دعمش، فهو هيبقى صاحب القرار انه يدعم بعض الخطوط اللي عنده نتمنى لهم طبعا او لا. فنتمنى لهم التوفيق والاستمراريه في المنافسه حتى الاسبوع الاخير. طبعا يعني نادي من انديه مجموعه القناه نتمنى له طبعا الصعود الى الدوري الممتاز. يلينا بقى الاتصالات السادس منتخب السويس و6 نقاط. خلينا ندرك سريعا كده على الانديه يا دكتور. المصريه للاتصالات في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، لعب 4 مباريات، فاز في 2 وتعادل في 2، وده من الفرق يا دكتور اللي بصراحه فيها افضل افراد في الدوري الممتاز به لمجموعه القاهره والقناه. تم انتقائهم لان متوفر يمكن التعاقد المادي بشكل كويس جدا، معاهم مدير تعاقدات قدر بتوفير الماده او بتوفير المبالغ الماليه المطلوبه للتعاقد مع معظم لاعبي الثلاث مجموعات المميزين، فقدر من خلال توفر المبالغ الماليه اللي مجلس اداره عمل كوكتيل من اللاعبين كويس قوي لا ينقصهم الا الانسجام مع الكابتن جمعه مشهور، وهو احد المدربين المميزين في هذا المجموعه، وخاصه بعد انهى الموسم الماضي مع السكه الحديد في مركز متقدم بنتائج ايجابيه كويسه جدا. فهو حتى الان بعد الاسبوع الرابع في المركز الثاني. على ما اعتقد ان المصريه للاتصالات لا هتبقى افضل كمان في الايام القادمه او في الاسابيع القادمه، لانه من الفرق الجيده جدا في هذا الدوري. طيب يليها الترسانه مع الكابتن خالد عيد من الانديه كويسه بنفس الرصيد 8 نقاط، مع واحد من مدير فني صاحب خبرات وعنده خبرات الصعود. صعد مع نادي غزل المحله الى الدوري الممتاز، ومن قبل صعد مع نادي طنطا الى الدوري الممتاز، فاحد المدربين الكبار. عشان كده بقول يا دكتور هذا المجموعه ما فيهاش الافضل على الاطلاق، لان لو قعدنا نقول الافضل هنعد كل اللاعبين او معظم اللاعبين في هذه المجموعه هم الافضل يعني. فنادي الترسانه يمتلك مجلس اداره بيحارب على الصعود بقاله اكتر من 3 مواسم، فهذا الموسم ايضا مصمم على الصعود او مصمم على المنافسه الحقيقيه مع نادي القناه ونادي المصريه للاتصالات. تمام. نادي زد الرابع زد اف سي ب7 نقاط. نادي زد يمتلك ايضا جهاز فني صاحب خبرات وصاحب صعود. الكابتن مجدي عبد العاطي مصعد نادي فاركو الى الدوري الممتاز، مصعد نادي اسوان من قبل الى الدوري الممتاز. يمتلك مبالغ ماليه طائله للتعاقد مع بعض اللاعبين المميزين. يمكن النادي الوحيد في هذه المجموعه اللي بيتم تعاقد اللاعبين معاه مقابل 1,250,000 في هذا المجموعه، وهذه ارقام في الممتاز ب ارقام خياليه وارقام كبيره جدا جدا. معاهم مدير كوره شاطر الكابتن نجم كبير الكابتن وليد صلاح الدين، الكابتن وليد نادي الاهلي ونادي الاتحاد ونجم منتخب مصر. فجهاز فني زائد لاعبين على مستوى عالي من الكفاءه الفنيه، ولكن هل اعمارهم العاليه وسنهم المتقدم هيقدروا يكملوا بالحاله البدنيه الجيده، ولا هي اسماء كبيره جدا وينقصهم الناحيه البدنيه؟ لان على ما اعتقد اعمارهم او متوسط اعمار لاعبي زد يتعدى 30 سنه، وده متوسط اعمار ان وانت بتعمل فريق كبير جدا جدا. فصاحب النفس الطويل هو من يستمر، وليس اللاعبين اصحاب الاسماء والشهره الكبيره يعني. تمام. نادي العبور وهو مفاجاه الوافد الجديد من القسم الثالث، ولكن هي بالنسبه لي مش مفاجاه، لان مجلس اداره قدر بتفكير. يمكن ما عندهمش مبالغ ماديه كتيره، ما عندهمش ماديات كتيره، ولكن قدروا يعملوا افضل حاجه ممكنه باقل تكلفه. قدروا يجيبوا مدير فني على مستوى عالي من الكفاءه، هو تلميذ لإيهاب جلال، هو احد ابناء مدينه الاسماعيليه او محافظه الاسماعيليه لاعبا ومدربا، الكابتن كرم جابر. فهو مدرب كبير جدا جدا في هذه المجموعه يعني،
هو من خريج مدرسة نادي الإسماعيلي التدريبية. وأي مدير دكتور مدير فني من أبناء نادي الإسماعيلي هم مدربين مميزين، مدربين شاطرين، فبيقدروا يعوضوا الناحية المادية بانتقائهم وباختيارهم لبعض اللاعبين المميزين بشكل كويس. اللي بيقدروا يصنعوا الفارق، بيقدروا يصنعوا الفارق لأن هو مدرب كويس، فبيبدأ يختار اللعيبة الكويسة ويبدأوا يعوضوا الفارق المادي ما بين نادي زد وما بين نادي العبور باختيار اللاعبين الكويسين واختيار المدير الفني الكويس. فيعني مجلس إدارة نادي العبور حاجة محترمة في المركز الخامس، وده مفاجأة لأن من أحد الأندية الصاعدة من القسم الثالث هذا الموسم، يعني ترتيبه بعد الأسبوع الرابع، لا ترتيب كبير ولكن مستحق، يعني تعادل في مباراة وهزيمة في مباراة. منتخب السويس احنا اتكلمنا عليه لكن نتكلم تاني. مجلس إدارة قمة الاحترام، قمة الفكر الرياضي المستنير، يمتلك يا دكتور رموز الكرة في محافظة السويس بصراحة من المحافظات أو من الأندية اللي تمتلك رموز إعلامية شاطرة جدا، رموز رياضية حاجة محترمة وفكر رياضي غير عادي. مجالس الإدارات السابقة والحالية من مجالس الإدارات المحترمة جدا. يعني من سنوات قليلة وليس ببعيدة أتذكر الكابتن ميدو هلال رئيس النادي السابق عندما بدأ يفكر في بداية موسم في اختيار الكابتن حسام حسن، وكان لسه في هذا الحين حسام حسن بيلعب كورة في نادي المصري وبيبطل. فلقيت في مكالمة هاتفية مع الكابتن ميدو هلال بيقول لي عاوزين نجيب الكابتن حسام حسن يدرب نادي منتخب السويس. فهم دايما حتى الكابتن أسامة الموشي أنا آسف، فلما الكابتن أسامة الموشي وهو عضوا في مجالس الإدارات السابقة استعان بالكابتن خالد جلال، وهو من أحد المدربين المميزين جدا اللي هو فعلا الآن مع نادي البنك الأهلي يعني. فاختياراتهم لبعض اللاعبين واختياراتهم للمدير الفني لا هي اختيارات جيدة، فكل الشكر ليهم يعني. فنادي منتخب السويس زي ما قلت لحضرتك ان في الجدول ظلمهم في الأسابيع الأولى، لكن على ما أعتقد ان المباراة الجاية هتكون هل من أسهل. الممكن يا كابتن أحمد ان الدنيا تريح معاهم فيما بعد والمباريات تبقى أخف من كده وحدتها أخف من كده، وخاصة ان احنا شايفين الترتيب السادس ب6 نقاط مع يعني 3 تعادلات كتير، برضو 3 تعادلات برضو يا كابتن ايا كانت، وله هدفين وعليه هدف والفرق هدف، يعني مفيش تهديف كتير، مفيش ارقام كتير، وبالتالي الجماهير في السويس تبدأ تقلق انك انت في 4 مباريات كل اللي جبته هدفين. لا يا دكتور، هو منتخب السويس مازال الوقت طويلا، زي ما قلت لحضرتك هو قابل 3 فرق كبار جدا، حتى فريق كهرباء الإسماعيلية عشان ما نظلموش لما قابل كهرباء الإسماعيلية هنا وانتهت النتيجة بالتعادل. فريق كهرباء الإسماعيلية من الفرق المميزة وكان معاها مدير فني على مستوى كبير، طبعا الكابتن أحمد طبعا كمال. بنتوجه بخالص التهنئة نجمنا الرياضي الكبير نجم النادي الإسماعيلي الكابتن أشرف خضر، ونجم نادي منتخب السويس الكابتن أيمن حسين على تولي مأمورية إدارة الجهاز الفني في نادي كهرباء الإسماعيلية. أتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله، وكل التوفيق لنادي الكهرباء أيضا، نادي الإسماعيلية الزائر الجديد أو الضيف الجديد على الممتاز به، نتمنى لهم التوفيق طبعا. اكيد طبعا، الف مبروك ليهم ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وموسم جيد للمدير الفني والمدرب العام ولنادي كهرباء الاسماعيليه. لكن عاوز اقول يا دكتور لما نادي منتخب السويس في الاسبوع الثاني جه لاعب نادي كهرباء الاسماعيليه، هو جاي قدام نادي كبير، لان نادي فعلا تم اختيار اللاعبين بعنايه كويسه، مجموعه لعيبه كويسه جدا بالارقام وبالاسماء. الكابتن احمد كمال احد ابناء نادي كهرباء الاسماعيليه، وهو اللي صعد بالنادي من القسم الثالث، حقق انجاز لشركه الكهرباء والنادي الكهرباء، هو اللي حقق انجاز الصعود من القسم الثالث الى قسم الدوري الممتاز، وبدا مع الفريق وعمل فتره اعداد
اكتر من جيده فعلا. فتره اعداد توقف اللعيبه طبعا من السيد المهندس محمد السيد رئيس مجلس اداره شركه توزيع كهرباء القناه التابعه لوزاره الكهرباء المصريه، وعملوا شغل حلو جدا طول السنوات الماضيه، وكانوا بينافسوا فعلا كل طبعا موسم على الصعود وصعد الكابتن احمد كمال. الجهد الكبير اللي اتعمل، لا ده المفاجاه يا دكتور اللي فاتت. ودلوقتي المهندس سامي ابو ورده بيدعم النادي بكل ثقل وبكل ثقه ان شاء الله ان هم يقدروا ان هم يعني هي يعدوا من الكبوه الاولانيه دي طبعا. طبعا فنادي الكهرباء الاسماعيليه لما اتعامل يا دكتور مع الاستاذ سعد مجدي المشرف عام على الكوره والكابتن احمد كمال المدير الفني، تم انتقاء واختيار بعد فتره اعداد قويه جدا، وفتره اعداد توقف الفريق على رجله طوال الموسم، لانه من المدربين الكويسين جدا. حتى في اختياره للعيبه ان تقدر تقنع بعض اللاعبين في الدوري الممتاز انهم يجوا نادي كهرباء الاسماعيليه، فهي فيها خطوره على اللاعب، فهي فيها مغامره للاعب انك لكن تقدر تجيب محمد ابو المجد بوشه لاعب نادي الاسماعيلي ونادي طلائع الجيش ونادي مصر المقاصه، فدي تحسب للجهاز الفني الكابتن احمد كمال. لما تجيب كريم عبد النبي احد اللاعبين اللي صعدوا نادي كاكولا او نادي فيوتشر الى الدوري الممتاز، وانضم الموسم المنتهي الى نادي مصر المقاصه في الدوري الممتاز، وتقنعه ان يجي نادي الكهرباء، لا يبقى انت عملت حاجه كويسه قوي كمدير فني. حتى اللاعبين اللي هم مش جايين من الدوري الممتاز، خالد الحسيني وده لعيب كويس جدا من نادي بورفؤاد، حارسين المرمى ان كان مصطفى عبد الستار او محمد عبد الوهاب حارسين مرمى مميزين. الكابتن احمد ابراهيم الباك ليفت او الظهير الايسر لنادي الكهرباء، محمود عبد الحفيظ احد افضل مساكين في دوري الصعيد في نادي كيمو اسوان، وجابوا الكابتن احمد كمال. مجموعه اللعيبه يوسف محمود هو احد لاعبي او يوسف محمد هو احد لاعبي نادي منتخب السويس السابق، من اللعيبه المميزه جدا ان يجيبهم. لا هي مجموعه لعيبه كويسه جدا جدا، باذن الله يحققوا اهداف نادي كهرباء الاسماعيليه ويستمروا في الدوري بشكل جيد مع. لكن كل الشكر للكابتن احمد كمال، كل الشكر لمجلس الاداره. لكن كان في استعجال دايما يا دكتور من الشركات ومن مجالس الادارات، لا يمكن ابدا بعد الاسبوع الثاني ان يتم اقاله او الاستغناء عن مدير فني وابدا اجيب مدير فني تاني الكابتن صلاح ابو الفتوح. ودي كانت غريبه جدا للناس اللي شغالين في الوسط الرياضي، لان نعمل في مجال كره القدم من 30 سنه. انا اول مره اسمع عن مدير فني اسمه الكابتن صلاح عبد الفتاح او صلاح ابو الفتوح. فايا كان انت حضرتك بتمشي الراجل بعد الاسبوع الثاني هزيمه طبيعيه من نادي الاتصالات في القاهره، وده من احد الفرق المرشحه للصعود، ثم تعادل مع فريق كبير جدا جدا بحجم نادي منتخب السويس بمدربه الكبير الكابتن ياسر الكناني. انك تمشيه وتبدا تجيب مدير فني تاني، لا فدي كان خطأ كبير جدا من مجلس الاداره، ولكن هم اصحاب القرار في الاول وفي الاخر. هم اكتشفوا الخطأ اللي حضرتك بتقول عليه وغيروا سريعا بوجود بقى واحد من المدربين الكبار في المجموعه الكابتن اشرف خضر طبعا في مجال التدريب وفي الدوري الممتاز طبعا كل مكان. طبعا لا فدي حاجه ايمن حسين ايضا انهم تداركوا تاريخ كبير طبعا في يبقى هم تداركوا الخطأ، وخطأ كان خطأ كبير جدا انهم يجيبوا مدير فني يعني الجوده غير متوفره في هذا، ولا اسما ولا عنده خبرات المجموعه. فدي في حد ذاتها كان خطأ كبير من مجلس الاداره، لكن قدروا يصححوه بالتعاقد مع الكابتن اشرف خضر المدير الفني الجديد. لكن هي مجموعه من اللاعبين وفريق كويس جدا يقدر يشرف منطقه القناه واستمراريه في المنافسه او في الوجود في الدوري ده بشكل جيد، مع مدير فني يبدأ يطورهم بالشكل المطلوب ويبدأ يزودهم لو في حاجة ناقصاهم. وعلى ما اعتقد هو يمتلك المقدرة انه يزود. الكابتن اشرف خضر يقدر يزود يشوف ايه النواقص عنده وهيقدر يعملها، لانه من المدربين اصحاب الخبرات لنادي منتخب السويس ولنادي المريخ ومدير فني نادي الاسماعيلي. فكل مدربين الاسماعيليه هم مدربين كبار يا دكتور عمرو. طب كابتن احمد، هل يستطيع
نجم النادي الاسماعيلي ونجم جهازه الفني الكابتن اشرف خضر مع نجم منتخب السويس طبعا الكابتن ايمن حسين. اسمين كبار قدروا قبل كده ان هم يعملوا الفارق في نادي منتخب السويس ويتصدروا قائمة المسابقة في 7 مباريات متتالية ب7 فوز متتالي ب21 بونت في الموسم اللي الكابتن اشرف ساب نادي منتخب السويس وجي فيه لنادي القناة الموسم ما قبل الماضي. هل نستطيع ان احنا نعمل كده فعلا تاني ونقدر ان احنا نحط نادي الكهرباء على الخريطة الكروية في مقدمة هذه المسابقة؟ بص يا دكتور، ما فيش حاجة صعبة. زي ما قلت لحضرتك في البداية، نادي الكهرباء يمتلك مجموعة من اللاعبين على مستوى عالي، ولكن ينقصهم بعض المراكز المهمة جدا. ان قدر الكابتن اشرف ينتقي، لسه عندنا الانتقالات الوقت بدري في الشتوية طبعا الانتقالات شوية، مفتوحة. ان قدر الكابتن اشرف في الانتقالات الشتوية يشوف ايه اللي محتاجه ويدعم الفريق بشكل جيد، لا يقدر. لان زي ما قلت لك هو يمتلك الخبرات في تدريب أندية كبيرة جدا زي نادي الإسماعيلي، مدير فني، فمش لا يقدر ويقدر يعني يخلي الفريق في مكانه برضه يا كابتن. يعني حتى لو هم اتهزموا برضه اتهزموا يعني بالعافية زي ما بنقول، مش بفرق أهداف كبير قوي يعمل. هو اتعادل مباراتين يا دكتور مع فرقتين كبار، اتعادل مع نادي منتخب السويس ثم تعادل مع نادي السكة الحديد هنا في الإسماعيلية، وكانوا الأفضل وليهم ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب. يعني فريق كويس برضه، فريق لا طبعا لا فريق جيد جدا يا دكتور. منه برضه، لا فريق جيد جدا مع مدرب كويس بقى، هي دي. فالكابتن أشرف يقدر يا دكتور يقدر مع هذه المجموعة يوصل مع تدعيم الفريق في يناير ببعض اللاعبين اللي هو شايف ان ممكن يفيدوا الفريق، او اللي هو شايف ان عنده عجز في بعض المراكز. وعلى ما اعتقد هو عنده عجز، وانا عارف ان هو من الناس الشاطرة اللي هيقدر يعني خلال معاشرته في وقت قريب قوي انه يقدر يعرف انه يجيب مين في وقت قريب جدا ويكون من اوائل الانتقالات الشتوية يا دكتور. بنتمنى طبعا من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة نادي كهرباء القنال طبعا دعم الجهاز الفني ودعم الفريق والوقوف خلف الجهاز الفني وخلف فريق كرة القدم لدعم هذا الفريق. كل اسماعيلية طبعا بتشجعه، وكل منطقتنا برضو بتشجعه، وكل جماهيرنا في منطقة القنال. النادي الوحيد اللي بيمثل وزارة الكهرباء والطاقة المصرية في دوري كرة القدم. محتاجين لاعبين في الفترة القادمة، محتاجين دعم لهذا الفريق حتى يستطيع الحفاظ على ما وصل إليه. يعني عشان ما نرجعش درجة ثالثة تاني، وهتبقى مشكلة لو رجعنا درجة ثالثة تاني لو ما كناش من ال6 الأوائل. ال6 يا كابتن ولا ال5؟ من ال5 يا دكتور. 5 هيبقوا من 5 الأوائل. 5 أوائل من 1 ل5. من 1 ل5. لازم نبقى من 1 ل5 إجباري. من 1 ل5، لكن بعد كده نتمنى طبعا إن هم يسعوا لهذا الموضوع، وعارفين طبعا إن السيد المهندس سامي أبو وردة لن يألو جهدا في دعم الفريق، ونحاول نزود شوية المبالغ المتاحة للتعاقد مع اللاعبين من 180,000 و200,000 نزودها شوية، يعني عشان نتواكب مع أسعار اللاعبين اللي متواجدة في بقية الفرق. والحمد لله يعني الشركة الحمد لله برضو بتكسب كتير برضو زيها زي بقية الشركات اللي موجودة زي بورتو زي غيره من الشركات الكبيرة اللي موجودة في الدوري الممتاز وفي الدوري المجموعة الثانية. ننتقل بعد كده كابتن للفريق، ننتقل الى إسلام كمباني او الشرقية الدخان، وهو الفريق بيحتل المركز السابع ب6 نقاط. ده المفروض انه من الفرق الكبيره اللي هبطت من الدوري الممتاز، متساوي في عدد النقاط يعني الاهداف. لكن النتائج غير موفقه في البدايات. على ما اعتقد بدأ يحصل عملية انسجام مع اللاعبين فتتحسن النتائج، ولكن مركزه بعد الاسبوع الرابع المركز السابع لا يليق ابدا بفريق قوي نازل من الدوري الممتاز او هابط من الدوري الممتاز، فكان المفروض ان بداياته تبقى افضل من كده. الغريب والعجيب هو نادي وادي دجلة، احد اندية العمالقة في الدوري الممتاز لمدة طويلة مع رئيس النادي المهندس ماجد سامي. ترتيبه في المركز الثامن بمدير فني أجنبي خبير أجنبي بلاعبين التعاقد يتعدى الملايين في المركز الثامن، وده ب6 نقاط، أيضا مشترك مع منتخب السويس ومع إسلام كمباني، فأيضا برضو مركز غير مناسب.
الغريب ايضا نادي السكة الحديد، وهو يحتل المركز التاسع بعد الاسبوع الرابع، بعد العناية والدعم اللامحدود من السيد الوزير نقل والمواصلات اللواء كامل وزير، سيادة الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واستقدام الكابتن محمد صلاح والجهاز الفني بالكامل، واختيار لاعبين على مستوى عالي. في المركز التاسع برصيد 5 نقاط. يعني مش هو، رغم ان هم في بدايات التعاقد مع المدير الفني محمد صلاح ومع اللاعبين وفي بداية الموسم كانوا بيهيئوا او بيعدوا هذا الفريق الى الصعود الدوري الممتاز ليكون ممثلا عن وزارة النقل والمواصلات، فدي ترتيبه برضو غير موفق. الانتاج الحربي في المركز العاشر برصيد 5 نقاط، وايضا كما حدث مع نادي الكهرباء بإقالة المدير الفني الكابتن احمد كمال بعد الاسبوع الثاني، وهذه يعني وقت لا يسمح لا بالإقالة ولا بالاستقالة، لأن وقت مبكر جدا 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 لأي مجلس إدارة أن يعطي الفرصة كاملة للمدربين. مفيش حاجة اسمها بعد الأسبوع الثاني ولا حتى بعد الأسبوع الخامس زي ما قلت لحضرتك يا دكتور، ولكن هم لقوا إن فترة توقف هي ده الميعاد أو التوقيت الوحيد الأنسب لتغيير المدربين إذا كانت النية موجودة للتغيير. فنادي الإنتاج الحربي تمت إقالة الكابتن عبد الناصر محمد، وتم استقدام واحدا، هو ده بقى اللي يتقال عليه الأفضل يا دكتور، الكابتن سيد عيد. ده أحد المدربين لهم خبرات الصعود، صعد النصر القاهري 3 مرات على التوالي أو مرة أو متقاطعة، ثم صاحب صعود نادي الداخلية من أسابيع قليلة، يعني الموسم المنتهي هو كان الكابتن سيد عيد. فهو ده رقم 1 الآن، وهو الأفضل في المدربين المصريين في مجموعة أو المجموعات الثلاثة للدوري الممتاز. فهو ده من يحق، يعني ده اللي يستحق أن يقال عليه هو الأفضل، لأن خبراته السابقة وإنجازاته السابقة وأرقامه بتقول ده من المدربين الكويسين جدا. آخر إنجاز ليه من أسابيع أو من شهور وهو صعود نادي الداخلية هذا الموسم إلى الدوري الممتاز. لكن طبعا كابتن أحمد احنا عارفين أن الكرة مستديرة طبعا وملهاش كبير طبعا، واحنا جبنا في السويس الكابتن أيمن المزين وكان مصعد كام فريق قبل كده، وجي عندنا في نادي منتخب السويس وللأسف ما حصلش اللي الناس كلها متوقعه. ما انا هقول لحضرتك يا دكتور، المدير الفني وحده لا يكفي بالزبط. ولا اللاعبين وحدها تكفي كاملة. منظومة كرة القدم منظومة كاملة تبدأ من مجلس الإدارة وتنتهي بعامل غرفة الملابس ولا تتجزأ، مرورا بقى بالجهاز الفني المتكامل، مرورا باللاعبين. إذا أخطأ فرد من المنظومة أثر بالسلب على جميع المنظومة. فإذا المدير الفني يا دكتور في منظومة كرة القدم وحده لا يكفي مهما كانت كفاءته. الجهاز الفني في معظم الأندية هو جهاز فني كامل، يبدأ من مدير رياضي ثم مدير فني ثم مدرب عام ثم مدرب مساعد ثم مخطط أحمال ثم محلل أداء ثم مدرب حراس مرمى، كل ده. ولذلك هي اسمها فريق يا دكتور. ففريق إذن يجب أن يكون كل من يعمل في هذه المنظومة، في منظومة اللي ماسكه منتخب السويس، هي منظومة متكافئة، منظومة متكافئة بالظبط. يعني كل الشكر فعلا لمن يعمل بهذا الكلام يا دكتور، ان فعلا اختياره لمجلس الإدارة، اختياره للجهاز الفني، اختياره للاعبين، اختياره لعامل غرفة الملابس اخلاقيا وثقافيا، حاجات كتيرة قوي، فدي بتسهل الامور على الفريق كله يا دكتور. تمام. فجه الكابتن سيد عيد وقدر فعلا انه يتعادل مباراة ويكسب ويفوز في مباراة. ثم النصر القاهري في المركز ال11 4 نقاط، وبتروجيت وهو مركز لا يليق ابدا بتروجيت، وخاصة مع وجود الكابتن هيثم شعبان احد المدربين في الدوري الممتاز، ومعه مستر معتز بطاوي المدير الرياضي في المركز 12 برصيد 3 نقاط. ولكن غالبا ما يحدث الطبيعي أن يتقدم بتروجيت من المركز ال12 إلى المراكز الأمامية في الجدول أيا كان، ولكن ليس هذا ترتيبه الطبيعي أبدا.
نادي بورتو السويس وهو احد الانديه اللي بتنافس موسمين على التوالي الى الصعود للدوري الممتاز، الموسم قبل الماضي والموسم الماضي، في المركز ال 13. ودي زي ما قلت لحضرتك يا دكتور، رغم ان احقاقا للحق انا شاهدت مباريات بورتو جميعا، يعني فاز في المباراه الاولى على الاعلاميين، ثم انهزم 3 مباريات على التوالي، ولكن لا يستحق الهزيمه ابدا في ال3 مباريات، لكن كان يستحق الفوز، ولكن هي كرة القدم فيها فائز ومهزوم. مهاجموه اهدروا فرص كتير جدا كانت كفيلة بتغيير النتيجة، ودايما في المباريات كان متقدم بهدف لا شيء، ثم يتم التعادل ويتم هزيمته بهدفين مقابل هدف في مباراة القناة بالإسماعيلية، وثم مباراة الإنتاج الحربي الأخيرة بالقاهرة. ولكن في مباراة الإنتاج الأخيرة كان يستحق الفوز فيها بعد إهداره في خلال الشوط الأول ل4 أهداف محققة ومؤكدة. ثم نادي الإعلاميين في المركز الثالث، وبالمناسبة هنتكلم على تغيير المدربين يا دكتور. ثم كهرباء الإسماعيلية في المركز ال15 بنقطتين، ثم مستقبل وطن تقريبا ال 14 اعتقد كده ترتيبه ال 14. الإعلاميين 14 ثم كهرباء الإسماعيلية 15 في المركز ال15 بنقطتين، ثم مستقبل وطن في المركز الأخير بنقطة واحدة. ولكن مجالس الإدارات بدأت فعلا تحس بالخطر من صعوبة الدوري ده دكتور، لأن دوري زي ما قلت لك هو دوري قوي، هو دوري صعب، يمكن ما عادش فيه هزار. الدوري ده 5 فرق هيقعدوا، منهم الفريق الأول هيصعد إلى الدوري الممتاز، ويتبقى 4 يقعدوا، ثم 9 فرق يهبطوا إلى القسم الثالث، ثم فريق واحد الفريق اللي هيحتل المركز الأخير هيهبط إلى المركز إلى الدوري أو القسم الرابع. طب إزاي؟ ده هو الوقت في المركز الثاني أو في القسم الثاني من المسابقة دكتور. اتحاد الكرة المصري استحدث مسابقة تسمى مسابقة دوري المحترفين، هيبقى مكانها في الترتيب رقم 1 الدوري الممتاز، وده 1 القسم الأول. رقم 2 دوري المحترفين، وده القسم الثاني. رقم 3 القسم الثالث الممتاز به، وده القسم الثالث، ثم القسم الرابع. فمن يهبط، من يبعد عن المراكز ال5 أو ال6 الأولى، هو هيهبط إلى القسم الثالث مباشرة. فمجالس الإدارات خسارة كبيرة جدا جدا. هنلاقي أندية بعد ما كانت في الممتاز به وغير راضية هنلاقيها في القسم الثالث وممكن في الرابع. ولذلك في مجالس إدارات الأندية استشعرت بالخطورة، زي نادي الإنتاج الحربي، وجاب المدير الفني الكفء الكابتن سيد عيد وهو يستحق. ونادي مستقبل وطن استقدم برضو، حصل إقالة للمدير الفني حاتم حسن، وجابوا الكابتن طارق السيد وهو مدير فني نادي النصر ومدير فني نادي الترسانة في المواسم السابقة. نادي الإعلاميين جاب الكابتن علاء إبراهيم المدير الفني صاحب صعود الشرقية الدخان في الموسم قبل الماضي. فبدأت الأندية كتير. نادي كهرباء الإسماعيلية غيرت وجابت الكابتن أشرف خضر والكابتن أيمن حسين مدربا عام، والكابتن سيد إبراهيم مدربا مساعدا. فبدأت مجالس الإدارات تحس بالخطورة. طبعا ده بيتطلب يقظة وسرعة اتخاذ قرار، لأن الدنيا صعبة زي ما احنا شايفين طبعا، وما فيهاش هزار. الغلطة بفورة زي ما حضرتك قلت كده، عشان انت مش هتقعد في الدوري من ضمن ال 12 اللي هيقعدوا، لا ده انت عايز من ضمن ال5، من ضمن ال5 فقط، لأن أندية كبيرة جدا وعريقة إنها مكانها الطبيعي يا الممتاز يا الممتاز به. ولكن توصل بأندية كبيرة عريقة كوادي دجلة، كأي أندية، معظم الأندية، السكة الحديد، نادي السكة الحديد، السويس، كالقناة، أي اسم كمباني، كل اسم من أسماء المجموعة، إن يبقى قسم ثالث. هو ده ترتيب المسابقة في الموسم القادم يا دكتور. ولذلك مجالس الإدارات شعرت بالخطر وبدأت تغير المدربين لتزداد المجموعة قوة وصعوبة من قوتها. يعني أنا النهاردة لما في نادي الإنتاج الحربي أجيب أحد الأكفاء كابتن سيد عيد، فإذا أنا بزيد من قوة نادي الإنتاج عشان
هيبقى في صعوبه مع الفرق اللي هيلعبها. طب كابتن احمد، يمكن شفنا الفريق المتصدر وهو فريق القنال 7 أهداف في 4 مباريات. هل نسبة التهديف كده معقولة بالنسبة للمباريات ولا؟ طبعا يا دكتور، لا نسبة جيدة. هو بمعدل 1.8 في كل مباراة، فدي نسبة جيدة. يعني هو يمتلك خط دفاع جيد، ويمتلك ايضا خط هجوم قوي، او طريقة اللعب اللي بيلعب بيها كابتن محمد حليم بتزداد طريقة اللعب، بتخلي زياده في القوه الهجوميه للاعبين. هو مركز على الجانب الهجومي عشان يكسب، الجانب الهجومي هو ده الصح. طبعا مع التوازن الدفاعي، لانه هو من احد المدربين الكويسين جدا خططيا يعني وتكتيكيا، فهو بيلعب بطريقه متوازنه دفاعيا وهجوميا، لانه فعلا عاوز يكسب ويتصدر المجموعه. لكن يمتلك عناصر منهم اكرم عبد ربه، وده احد مهاجمي الفريق، وهو من افضل اللاعبين، انه جايب 3 أهداف بعد مصطفى سلطان. يعني خليني اقول لك يا دكتور، اتفضل يا كابتن. زي ما قلت لحضرتك تاني وهكرر، ان المجموعه دي لو قلنا الافضل فهنقول الافضل كتير جدا، ولكن خلينا سريعا كده نقول ان في لعيبه كتيره مميزه في هذا المجموعه، ودي اللي مديه المجموعه القاهره والقنال قوه وصعوبه، ومديها تأثير إيجابي إنها تمتلك مجموعة لاعبين مميزين جدا في مجموعة القاهرة والقنال. منهم محمد علاء حارس مرمى القنال، أحد اللاعبين الناشئين يعني أو الصاعدين من الموسم السابق، معاه مدرب حراس مرمى كويس جدا. فإذا ذكرنا الحارس المرمى الجيد، فإذا وراه فريق عمل كمدرب ومدرب حراس، فالكابتن دهراوي، الكابتن محمود كوكو، وهو حارس مرمى منتخب السويس، وله تأثير إيجابي وقوة. يعني إذا كان يقال يا دكتور إن حارس مرمى الفريق هو 50% من قوة الفريق، لا أنا يعني بقول المفروض المقولة دي تتغير. حارس المرمى في بعض الأندية يساوي 75% من قوة الفريق. في مباراة بتروجيت مع نادي منتخب السويس، بفضل ربنا ثم فضل محمود كوكو، تمت المباراة تعادل، وقدر منتخب السويس يعود بنقطة إلى السويس بعد تعادله سلبيا مع نادي بتروجيت. فكان متألق جدا جدا في هذه المباراة، ولولا لكان يعني منع أو تسجل منيا مرماه بأكتر من هدف، وفي نفس التوقيت كان يقدر منتخب السويس يسجل. في مع الجوان دي في اسلام طارق من نادي زد، ومحمد مزيكا من نادي زد، محمد ابو النجا من نادي بتروجيت. لكن خلينا في اللاعبين نادي القنال المميزين، محمد امين من نادي القنال، من احد المساكين، ايضا من نادي منتخب السويس باسم عادل، ومحمد عماد من اللاعبين الكويسين جدا، فهادي رياض من نادي بتروجيت، شيكا من نادي الترسانة، وبحبح من نادي الاتصالات، ودولت من اللعيبه في خط الدفاع المميزين جدا. الباك رايت لنادي بتروجيت سامح ابراهيم من لعيبه كويسه جدا، احمد ابراهيم باك ليفت وهو افضل باك ليفت على الاطلاق من نادي كهرباء الاسماعيليه، فتحي عامر الشهير بفلفل وده لاعب ديفندر في نادي مستقبل وطن، محمد عبد الله من نادي الشرقيه الدخان احد لاعبي الوسط المميزين جدا، ثم محمود بحيري حرشه من نادي بورتو، وكريم بدير من نادي منتخب السويس صاحب انقاذ غير عادي في المباراه الأخيرة مع بتروجيت، وكان هدف محقق لولا اندفاعه وتقدمه على واستخلاص الكرة من المهاجم بشكل جيد. عبد الرحمن بودي من نادي الاتصالات، ويسري وحيد من الترسانة، مصطفى سلطان من زد، وليد عادل من زد، وسايكو من القنال، ورشاد المتولي من بتروجيت، أكرم عبد ربه من القنال، حسن ياسين من الانتاج الحربي، احمد الالفي من دجله، وعبد العزيز الشاعر من النصر، ومحمد اشرف من بورتو. هدافين المجموعه مصطفى سلطان ب4 أهداف، واكرم عبد ربه من نادي القنال ب3 أهداف. افضل مدير فني حتى الان هو محمد حليم لنادي القنال، وجمعه مشهور من نادي الاتصالات، ثم الكابتن كرم جابر من نادي العبور. نتمنى طبعا لكل أنديتنا التوفيق في هذه المسابقة إن شاء الله. وبكده مشاهدينا الكرام بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من برنامجنا